سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي الحبيب تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نشارك معكم واحد الكيكه بطعم ديال الجبن واللوز، كتجي هشيشه مهويه، كتجي طعم ومذاق رائع ما بين الملوحيه ديال الجبن وبين حلاوه ديال اللوز، كتجي روعه البنات. انا متاكده الا جربتوها غادي توليو مدمنين عليها. غادي نبداو المقادير. عندنا 3 ديال البيضات بدرجه حراره المطبخ، عندنا كاس ديال السكر، انا غير نقصت، ديروا كاس ديال السكر. عندنا نكهه الفاني. غادي نطلعوا البيض والسكر والفاني حتى يتكاتف لينا الخليط ويتبدل اللون ديال البيض. من بعد خاص يكون بهذا القوام. من بعد غادي نزيدو كاس ديال الزيت وكاس ديال الحليب، انا غير هذاك المقطع البنات سمحها لي. عندنا واحد الخميره ديال الحلوى، عندنا 2 معالق ديال النشا. نبقاو نزيدو في دقيق شويه شويه من التحت للاعلى باش نحتفظوا بالهواء اللي دخلناه في البيض. القوام ديال الكيكه خاص يكون شويه ثقيل. هذا هو القوام ديالها. من بعد غادي نديروها في المولي، غادي ندخلوه للفران. غادي ناخذ شويه ديال الكرز معسل، نفندوه بشويه ديال الطحين باش ما ينزلناش لتحت، نحطوه فوق الكيكه. معكم الصوص اللي غادي يحلي لينا الكيكه. غادي ناخذ 3 ديال المعالق ديال الجبن كريمي كما كان الجبن، اي جبن. عندنا ملعقه ديال النشا، وعندنا معلقه ديال السكر كلاصي، وعندنا بيضه، و3 معالق ديال اللوز طحنتو بقشورو. كتجينا الكريمه بهذا القوام. غادي نحطوها من فوق الكيكه. جربوا هاد الكيكه البنات، راه كتجي رائعه 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 مع الملوحيه ديال الجبن والحلاوه ديال الكيكه، كتجي روعه روعه روعه. ما تنسونيش البنات من البارطاج ولي لايك واشتركوا في قناتي ليصلكم كل جديد. دابا غادي ندخلوها الفران. من بعد ما خرجناها غادي نقطعوها تشوفوها من الداخل، كتجي روعه البنات، مذاق يا سلام. كتجي من الداخل مفشفشه، كتجي روعه من المذاق ديال اللوز. جربوها البنات وردوا عليا في التعليق. كتجي روعه البنات. تهلاو في روسكم البنات حتى الفيديو اخر ان شاء الله، الى حيانا الله. بسلامه عليكم